لجنه ولجنه وتشتغل وده بيحصل في الناشئين بقى، ده اللي بيحصل. هم مش عملوا مشروع اسمه مش عارف اللعيبه اللي هو الكابتن اسمه ايه؟ يعني بتاع اللي اتعمل له برنامج كبير ده الكابتن كابيتانو هو راح فين؟ لا انا ما اعرفش. ومشروع ال1000 لاعب وقدموه للسيد الرئيس وعرضوا عليه لعيبه ومدربين كده. فين وفاكر المشروع ال100 صلاح ولا 1000 صلاح؟ فين ده ال1000 لاعب ويقول لك ال100 محمد صلاح؟ المشروع ده كان لما كان موجود، ما هو كابيتانو كان الهدف منه كده اصلا. لكن ما حدش سمع عنه حاجه، يعني ما حدش عارف حاجه. اللعيبه اللي طلعوا ما فيش لعيبه طلعوا منهم. لا واحنا هو كانت برنامج تلفزيوني لكن ما طلعش مشروع وطني. لا هو طلع برنامج تلفزيوني. يعني هو برنامج وكان شو ترويجي ليس الا بالظبط. لكن للاسف وده خطا من وزاره الشباب والرياضه بصراحه. طبعا انا يعني اعتقد ان وزاره الشباب والرياضه مسؤوله عن اللي حصل، لان هو كان الاول يفترض ان ده مشروع وطني لتخريج لاعبين في جميع المراحل السنيه على غرار مدرسه الموهوبين مع الدكتور فاروق ابو وهاب زمان، لو تفتكر، اللي هي جنب الاستاد مدينه نصر. كان مدرسه الموهوبين وطلعت نجوم كبير جدا. ودي كانت الناس بتبقى اقامه داخليه، ويبقى لعيب كوره يبقى هي يلعب كوره، لعيب هاند بول وهكذا. فين الكلام ده؟ ايام عبد المنعم عماره كانت فكرته واتنفذت، وكان الدكتور اشرف صبحي نفذها فتره وبعدين فجاه اختفت. كان حتى التغذيه، الاقامه، التدريب، المدربين، الناحيه النفسيه، ده نفس المشروع اللي هو شو اكتر منه عملي. اللي هو منتخب تحت 20 النهارده منتظرين مباراته مع تشيلي. لا بكره يوم الساعه 2 بس مش النهارده، فجر الحد. لا الحد ده الحد هيبقى يوم الحد الساعه 2 الساعه 2 هيبقى مع شيلي. انت ما خلاص احنا مش انا ما تابعتش. انا بعد الهزيمه من نيوزيلندا اللي مالهاش علاقه بكره القدم، غير اللي هي نيوزيلندا نعرف اللي هي بلد خضراء جميله عندها زراعه، ما عندهاش فريق كوره. احنا يعني انا مش عايز اقول انت مشيت ميكالي وجبت اسامه نبيه، اليابان ومن نيوزيلندا. ايوه انت مشيت ميكالي وجبت اسامه نبيه واللعيبه اختيارات خاطئه. انا شفت اللعيبه يمكن تيبو جبرائيل ده الوحيد اللي هو يعني كان لعيب في الرمق شويه. في لعيبه كتير لا تستحق اللي هي تلعب. عمر بيبو وعمر سيد معوض. في لعيبه مش عايز اقول مجاملات، لكن فعلا في لعيبه تستاهل اللي هي ما تلعبش اصلا، ما تستاهلش يعني اللي هي تلعب، وفي لعيبه تستاهل وفي لعيبه كويسه اتثابت. يعني انا شفت يوسف عفيفي قبل ما يمشي من الاهلي اعاره يروح مثلا مقاولين فلسطين، لعيب كويس جدا وكابتن النادي الاهلي. هو انت ليه ما خدتوش؟ يعني برضو ده من ضمن الحاجات على فكره، يعني هي مش مجامله. لا واللعيب بتاع ليفربول احمد كريم كريم واللعيب الثاني بتاع ارسنال تقريبا برضو اللي سابهم باين او ما خدوهمش الاثنين. والاثنين على فكره بيلعبوا. يعني واحد احرز هدف ليفربول في جلاتا سراي. شفت اللي انا بقول لك عليه قبل المباراه الكبيره. جلاتا سراي لعب مع ليفربول شباب. اللي حط الجون هو اللاعب المصري اعتقد كريم احمد لاعب ليفربول. طب هو ما خدتوش ليه؟ وفي لعيب من الارسنال، ويعني ده الوحيد اللي انت خدته من استون فيلا عمر خضر. اعتقد اللي هو كان شكله حلو، يعني عمل لما نزل حتى من لعيبه احتياطي. لا اسامه نبيه. وبعدين اللعيبه ما فيش حميه خالص. التدريب تحس اللعيبه اوت اوف فورم، بره الفورمه خالص، ومش مركزين. احنا عايزين نقارن بالمغرب كابتن